يكفوا. هل هو الحلال والحرام يا أخي؟ طيب أنا نعم. فإذا قلت العفو عشان ما يقطعوا معي علي أيوة الهواء. أنت أيضا قلت في الصحافة قذافي الصحافة الأستاذ تركي السديري يقارب القذافي في مدة رئاسته لتحرير جريدة الرياض منذ حرب رمضان عام 73، فهل عقمت نساء الوطن أن ينجبن بديلا؟ يعني ما تشوف أن فيها إساءة للأستاذ تركي السديري أن تصفه بالقذافي؟ طبعا هي المقاربة في الوقت أنا لا أتكلم عنها، أنا أتكلم على قضية اخترت القذافي تحديدا، فيها نوع من لكن في وجه الشبه الله يعطيك العافية. المدة متشابهة، يعني تقريبا ملوك يا أخي جاءوا وراحوا، والأستاذ تركي السديري على رأس العمل. هذا الأمر الآخر يا أخي، يعني الأسلوب الذي كتب فيه الأستاذ تركي السديري في جريدة الرياض عن شخصية هي مستشار لخادم الحرمين الشريفين بهذا الأسلوب، هذا لا يكتب فيه، لا يستخدمه أدنى إنسان صراحة، لا تليق به إطلاقا. فهذا يعني في وجه الشبه أمرين، المدة والألفاظ. يعني ألفاظ قذافية. المدعو فلان يعني هو صاحب الفضيلة وصاحب المعالي، لا قبل 5 دقائق وصاحب المعالي بالمناسبة. شوف والآن يصير المدعو. هذا الذين يستخدمون هذا الأسلوب هم الذين يدمرون المجتمع ويدمرون سمعة الحاكم، ويخر السقف علينا من فوقنا كلنا بسببهم هؤلاء. بدليل أن الأخ تركي السديري ورؤساء التحرير الآخرين هؤلاء القدامى كانوا يكتبون أيام الملك فيصل بلغة معينة ونسوه بعد أن توفي، وكتبوا أيام الملك خالد بلغة معينة ونسوه، وكتبوا أيام الملك فهد بلغة معينة ونسوه، وكتبوا الآن يكتبوا بلغة الملك عبد الله الآن وسينسونه. ولذلك نقول هؤلاء أصدقوا، ويا أيها الذين آمنوا كلنا خاطب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنا أخص تركي السديري الأخ الأستاذ تركي السديري وأقول اتق الله في ألفاظك، فإن الناس قد كبروا ويفهمون ويعون، وكل من حولك في الجريدة أكثر منك وعيا وإدراكا لما يدور حوله. شكرا.